انا عملت النهارده قلقاس وبطريقه هتخلي اي حد ياكلها. احط صينيه على النار كده، انزل عليها بشويه زيت، معايا قطع لحمه وفيها دهن، فهنزل اللحمه، معايا توابل صحيحه عباره عن ورق لورا وحبهان وقرنفل، هنزل بيهم برده واللحمه بتتشوح، وهنزل ببصله وهنزل بقرن فلفل، خليها تتشوح شويه زي ما انتم شايفين شكلها بقى كده اهي. هنزل عليها بميه كده، هسيب اللحمه تستوي هو تقريبا 80% عشان انا هنزل القلقاس معاها عشان القلقاس يستوي واللحمه برده تكمل سواها. قشرت القلقاس وقطعته زي ما انتم شايفين كده، هيبقى بالشكل ده، بس انا ما غسلتوش، هغسله قبل ما احطه على اللحمه. وده شكل السلق والكزبره لما بيتضربوا مع بعض بيبقى شكلهم كده، بيبقى فيه ميه، فانا المفروض انا اصفي الميه ديت، اخلي الميه على جنب، والتفل اللي هيطلع ده او السلق اللي هيطلع دوت هسيبه عشان اعمل بيه الطشه. وكده انا صفيت السلق، وانا هحتاج دوت عشان اعمل بيه الطشه بتاعته، هحطه مع توم، هوريكم برضه التفاصيل. دي الميه بتاعت السلق، حد يقول لي هترميها اقول له لا مش هرميها، هي دي اللي بتدي اللون الاخضر بتاع القلقاس، هخليها واحطها في الطبخ برضه، هسيبها على جنب. تقريبا اللحمه خلاص استوت اهي، فيلا بينا ننزل بالقلقاس. وكده بعد ما اللحمه استوت تقريبا 80%، هنزل بقى عليها القلقاس، غسلته لسه غسله دلوقتي حالا، وهنزل دلوقتي بيها ايه على اللحمه والشوربه اللي طلعت دي، وهسيب القلقاس يستوي واللحمه تكمل سواها. وبعد كده يعني قبل ما القلقاس يستوي بشويه هحط معاها الميه الخضراء بتاعت السلق تنزل عشان تدي اللون الاخضر للقلقاس، هي دي اللي بتدي اللون الاخضر للقلقاس. زي ما انتم شايفين كده لونها بقى اخضر، ده بسبب ميه السلق. فهنسيبها تستوي مثلا 3 دقايق 4 دقايق كده لحد ما تغلي، بعد كده هطفي عليها. نعمل بقى الطشه، طاسه انزل بشويه زيت، انزل عليها بدهن، هنزل بشويه دهن، الدهن يسيح شويه زي ما انتم شايفين كده اهو. ده السلق اللي انا صفيته، انزل بيه في الطشه. بعد كده هنزل بالثوم المفروم وكزبره وشويه زعتر، هنزل بيهم كلهم مره واحده كله بقى مع بعض لحد ما التومه بتاعتي تتحمر. الريحه يا جماعه، الريحه، انا جوعت انا جوعت. وكده زي ما انتم شايفين الطشه بتاعتي استوت، فهنزلها بقى ايه على القلقاس. بقى الملح، الشكل النهائي بتاعنا، والله الريحه روعه، يعني نفسي تشموا الريحه اللي انا شاممها. ولاي حد ما بيحبش القلقاس يعني جرب الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك. طبعا القلقاس ما ينفعش الا مع رز بالشعريه، ادي شويه رز بشعريه، هقول بسم الله وهنجرب بقى كده. رز ولحمه وقلقاس، بسم الله. مية مية والله. مستني تجربوا الوصفه ديت، لو ما عملتليش فولو اعمل لي فولو، انا بنزل فيديو كل يوم. هكمل انا اكل بقى وهقفل الفيديو. يلا سلام.